انت لو رحت المكان ده هتنسى الدنيا باللي فيها، وغير كده كمان انك مش هتدفع كتير. بصوا يا جماعه، فاكرين فيديو البسين اللي خليتكم تدخلوا ب 15 جنيه بس؟ بقى دلوقتي جايب لكم يخت ب 50 جنيه بس. يعني هتدخل اليخت وهتتدلع وهتنبسط في البحر وهتلف البحر كله ب 50 جنيه بس. تقعد بقى ده رايقه كده على البحر بقى وتاخد لك كام صوره. بص هتتدلع. ده بقى شكل المكان من اول ما هتدخل جوه. بص انت هتلاقي على يمينك بحر وشمالك بحر، يعني مش هتلاقي قدامك غير الطريق، وهتلاقي بقى مراكب في كل حته. المكان ده متروس مراكب بمعنى الكلمه، في بقى يخت ولانش وسفن ومراكب. بص انت اي حاجه بتعوم في الميه هتلاقيها جوه. ده غير كمان ان انت لو بتصطاد ممكن تطلع على مركب انت وكام واحد وتصطادوا كلكم في البحر. ده بقى شكل اليخت من جوه من اول ما هتدخل، وده الفيو بتاع اليخت لو انت بتبص من فوق. نسيت اقول لكم يا جماعه ان في كذا اوبشن انت ممكن تختاروا منهم. انت ممكن تختار تركب اليخت انت وبتاع 50 واحد تقريبا وبتدفع 50 جنيه، وبتبقى المده بتاعتك ساعه الا ربع وشامله كل حاجه، يعني ما بتدفعش اي مصاريف ثانيه غير 50 جنيه بالظبط. واليخت يعتبر بيبقى دورين، دور تحت ودور فوق. اما بقى الاوبشن الثاني وهو اليخت الفي اي بي، وده سعره 150 جنيه، وده بيبقى 3 ادوار شامل مشروب ساقع ومشروب سخن، وبيبقى 3 ساعات. ممكن كمان لو انت مش حابب اليخت ده واللمه ممكن تاجر لانش انت واصحابك، وهيبقى ب 150 جنيه للساعه. بص يا غالي انت هتتدلع، يعني هتتدلع. وانت تقريبا بتقعد نص ساعه في اليخت قبل ما بيطلع. ممكن انت بقى تقعد تلعب في الطاره دي شويه بقى وتقعد تستكشف اليخت بيمشي ازاي. تقلقش يعني محدش هيكلمك. في برضه في اليخت اللسان ده لو انت حبيت تتصور فيه، وفي قاعده كمان في اي بي تحت، بس دي ما اظنش ان حد بيقعد فيها. تقريبا اللي بيقعدوا فيها اللي هم بيقعدوا 3 ساعات. تعالوا نستكشفوا بقى اليخت من فوق كده بعد ما اتحرك. انا عايز اقول لك يا غالي ان المنظر مع الفيو بص في حته ثانيه خالص. وفي بقى كمان هتلاقي واحد بيصور بكاميرا لو عايز تتصور. انا مش عارف انا هنا كنت بعمل ايه، بس بص انا كنت مبسوط. نسيت برضه اقول لكم يا جماعه ان الرحله بتبقى من عند القلعه لحد مكتبه اسكندريه، وبعد كده بيلف وبيرجع تاني لحد ما الساعه الا ربع يخلص. وبص بقى انت بتقعد في اليخت كده تعمل اللي انت عايزه، مفيش حد يكلمك. تنزل بقى تتصور، تنزل فوق، تقعد تحت، بص عيش. يعني انا عايز اقول لك بس ان دي تقريبا هتبقى احسن 50 جنيه انت ممكن تدفعها في حياتك. اشمعنى دول مهيصين اكتر مننا؟ 3 ساعات. ده بقى اليخت ال3 ساعات اللي كنت قلت لكم عليه. في حاجه افتكرتها ان انت ممكن تنزل البحر عادي. تعالوا ناخد جوله كده ونستكشف المنظر من تحت. اصل بص هي ساعه الا ربع فاكيد مش هنقعد. بص دلع وروقان لحد ما الساعه الا ربع بتاعك يخلص. بجد دي من التجارب اللي لازم اجربها تاني. فيو جمدان يعني تمام التمام. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي. ومش هقول لك غير حاجه واحده يا غالي، بحر اسكندريه من بره حاجه ومن جوه حاجه تانية خالص. انا عايز اقول لكم للاسف يعني ان انا من اسكندريه ما كنتش اعرف المكان ده، يعني عالي العالي. وما تنساش بقى انك تاخد لك كام صوره كده على الفيو الجامد ده. فيا جماعه ما حدش هيقول لي مبروك على الدرع ده ولا ايه. اخد بالك انت من الغطس ده. وكل واحد فينا محتاج الخروجه دي عشان يفك شويه من ضغط الشغل اللي هو فيه. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان انا كنت ماسك التليفون هنا بايد واحده وفي قلب الميه، يعني لو بس حد خبطني التليفون هينزل يسقط في الميه. المبنى اللي هناك ده بقى ده القلعه اللي ما يعرفوش. اللي عايز نعمل له فلوج كده كامل عن المكان ده يكتب لي تحت في الكومنت. تلاقي بقى شويه مراكب كده غريبه الاطوار بس شكلها جامد. بس كده بقى الساعه الا ربع خلصوا هنا واحنا طالعين. مكانه بقى هتركب بحري وهتنزل عند مسجد منار الاسلام. هتلاقي البوابه على ايدك اليمين دي بعد المسجد. وما تنساش بقى لو في صلاه فاتتك وانت جوه تدخل تصليها. واخر حاجه تختم بيها بقى اليوم وهي الايس كريم من عند الصعيدي.